شباب أولى ثانوي والحلوين، خليكم معايا كده. أنا عاوز أشرح لكم بقى القواعد بتاعة الوحدة التانية. يعني أنا لما أقول لك مثلا على سبيل المثال أنت الصبح في المدرسة، يعني اليوم الدراسي بتاعك لازم تكون في المدرسة قبل الساعة 8. ده اسمه إجبار، بس الإجبار ده خارجي، يعني غصبا عنك، ما ينفعش إنك أنت تتأخر عنه. فده اللي هنتكلم عنه، وربما يكون الإجبار ده بنسميه إجبار داخلي. يعني أنا من جوايا عاوز أعمل الحاجة، ولا هي قوانين، ولا هي إلزام داخلي، ولا إلزام خارجي، ولا القصة إيه، ولا هي نصيحة. أنا هبدأ بأول جزئية فيها. إحنا بنتكلم كده بنقول على يونت 2. الجرامر بتاعها، الجرامر بتاع إيه، بتاع يونت 2. خليكم معايا كده يا أبطال، ونركز على كل تفصيلة بنقولها. بص كده، القاعدة بتتكلم على حاجة اسمها إيه؟ necessity. مبدئيا كلمة necessity كده ده ناون، معناته إيه يا ولاد؟ معناته ضرورة. معناته إيه؟ معناته ضرورة. طب يا ترى ينفع أقول necessity؟ تقول لي بشرط إن يكون النون ده يكون مفرد ويعد. تمام يا سيدي، ينطبق عليه. يبقى ينفع أقول necessities، يعني ضروريات، مش كده برضه؟ وينفع أقول بالتالي necessity كل مفرد ويعد يجمع، كل مفرد ويعد يجمع. دي قاعدة بقى نخلي بالنا منها. طيب أنا عاوز أتكلم بقى على necessity ديت. لو قلت necessary يعني إيه يا جماعة؟ يعني ضروري. طب ولما أنا أتكلم على necessary ديت صفة، هسألكم بقى سؤال، لأنه ساعات أنت تبقى فاهم التفاصيل لكن تقع في حاجات صغيرة زي كده. يا ترى ينفع يقول necessary؟ نو. طب ليه؟ ليه ما ينفعش أقول necessary؟ يلا حد يرد بقى. لأنه necessary دي صفة، ومعروف إنه الصفات لا تجمع. الصفات إيه؟ لا تجمع. نخلي بالنا بقى من الكلام. الصفة إيه يا جماعة؟ لا تجمع. الصفة لا إيه؟ لا تجمع. تقول لي الله، طب ما إحنا بنقول ساعات وأن، وبنجيب الصفة ديت، بس بشرط يكون وراها إيه؟ ناون. بس بشرط الاسم ده يكون إيه؟ أيوه بالظبط، مفرد ويعد. مفرد وإيه؟ ويعد. يعني ينفع أقول مثلا necessary، necessary matter مثلا، يعني أمر ضروري. وبالتالي لو قلت أمور ضرورية أقولها إيه؟ أشيل الأدية وأقولها إيه شباب؟ necessary. أيوه necessary إيه؟ matters. يبقى معناتها أمور مهمة. يبقى هنا مفرد يعد، حتى هنا دي الاسم جمع ورا الصفة، ما حطيتش ولا أن. طب الصفة على كده لا، ما تاخدش حاجة. ولما أقول كمان خلي بالكم، لما أقول كلمة necessity معناتها ضرورة، وكلمة necessary يعني ضروري، مش كده؟ يبقى إذا دي صفة. طب necessary دي خلي بالكم بقى، في كلمات حلوة تسويها، نحفظها بقى معانا، نستفيد بالقاعدة وبالكلمات. في كلمة حلوة يا شباب اسمها obligatory. اسمها ايه؟ obligatory. وفي كمان كلمة حلوة تاني اسمها mandatory. وكمان كلمة تانية اسمها compulsory. يبقى أنا حفظت 4 كلمات بمعنى إيه يا شباب؟ أو 4 صفات بمعنى ضروري. بمعنى إيه؟ بمعنى ضروري أو هام. يعني لما أقول مثلا إيه I have مثلا to، بص كده ده معناته إلزام خارجي. يعني I have to مثلا pay back the debt. pay back يعني إيه pay back؟ يسدد the debt يعني إيه ولاد؟ الدين. or هشوفوا كده or I'll go to prison. I'll إيه؟ I'll بص كده معايا. I'll إيه؟ I'll go to prison. I'll go to إيه؟ prison. خليكم معايا كده، وإلا أنا إيه هيجرى لي؟ هتحبس بقى. يبقى ده إلزام داخلي ولا خارجي؟ غصبا عني، يعني إجبار خارجي.
عارفين لو هستخدمها بصفة من الصفات دول أقول إيه ولاد؟ it is. أيوه it is إيه؟ يلا بقى معايا ومركزين حلو كده. تبقى it is إيه؟ necessary for مين يا باشا؟ for I في ضمير المفعول يبقى me، يبقى إن it is necessary for me to pay back the debt. من الضروري بالنسبة لي إن أنا أسدد الإيه؟ الدين. to pay back the debt، أن أسدد الإيه؟ الدين. يبقى أنا هنا كده اتكلمت على إيه؟ على الفرق بين necessary وبين necessity والصفة والاسم. تعالى بقى أول حاجة عاوز أستخدمها اللي هو الفرق بين must، ركزوا كده معايا، و mustn't. بين must وإيه؟ و mustn't اللي هي must not يعني. إيه الفرق بقى بينهم؟ خليكم معايا كده. لما بستخدم بقى must ديت يعني أنا بتكلم على إيه ولاد؟ لما باخد must ديت صح كده معايا، لما باخد must ديت يعني بتكلم على حاجة من خمس. بتكلم على حاجة إيه؟ من خمس. خليكم معايا كده. must ديت أولا يجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. في ملاحظاتك حبيبي اكتب إنه must دي ملهاش ماضي. must دي ملهاش إيه؟ ملهاش ماضي. الماضي بيبقى had to من استخدام has to have to. تمام؟ تقول لي طب لما بستخدم must دي أقول لك بص كده ليها 5 استخدامات. أول حاجة بستخدمها فيها بعبر بيها عن strong advice. strong إيه؟ advice. حط الملاحظات دي قدامك وأنت بتحل strong إيه؟ advice. الاستخدام الثاني ليها نصيحة قوية. الاستخدام الثاني warm invitation، يعني أنت لما بتدعي واحد تبقى الدعوة حارة مش عزومة إيه؟ مراكبية. اسمها warm إيه يا جماعة؟ warm invitation. الاستخدام الثالث بقى خلي بالكم منه خالص، ده اسمه internal. in يعني من الداخل، يعني من جوايا، فاسمه internal ايه؟ internal obligation. internal ايه؟ obligation. ده اسمه ايه يا جماعة؟ اجبار داخلي. هقولهم تاني ورددوهم معايا لغاية ما تحفظوهم. المهم انا اعرف اطبقهم على الجمل. ما انا ممكن اكون حافظهم بس مش عارف اطبق. اهم حاجة ان انا اكون عارف وفاهم وبطبق كويس. ممكن استخدمها عشان اعبر عن general rules. يعني ايه general rules؟ يعني قواعد عامة. نمبر 5 ممكن استخدمها عشان اعبر عن blaming. blaming يعني ايه؟ اللوم. يعني فيها عتاب reproaching، مش كده؟ وببدأ بمصد فيها طبعا دي. يلا نقولهم كده تاني. يبقى اول استخدام هو strong advice، يعني يعني ايه ولاد؟ نصيحة. نصيحة ايه؟ نصيحة قوية. الاستخدام الثاني warm invitation، يعني دعوة حارة. الاستخدام الثالث إلزام داخلي، يعني سيلف ريمايندر، وهقولها لكم ازاي. إلزام داخلي يعني حاجة من جواي. بعد كده قواعد أو قوانين عامة. قواعد إيه؟ عامة. واللوم. تعالى كده بقى ازاي بقى الكلام ده يعني. لو أنا هستخدمهم ازاي؟ بص كده معايا. أول حاجة لما أقول strong advice يعني أما أقول لك مثلا you must study hard، فأنا بديك نصيحة، بس النصيحة بقى إيه؟ قوية، إنك أنت لازم تذاكر. warm invitation أقول لك مثلا you must you must مثلا test. you must test تدوق يعني this مثلا cake. ومثلا it's delicious. it's ايه؟ delicious يعني tasty أو delicious يعني ايه؟ لذيذة. يبقى must هنا معناته ان انا فيها دعوة ان انا بقول له ايه؟ لازم تشوف ديت، دوق ديت. اما ناحية internal obligation يعني ايه؟ انا من جوايا نفسي اعمل حاجة. يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا ايه؟ I، بص كده معايا، I must do my best، يعني لازم أبذل قصارى جهدي. ليه يا عم؟ I must do إيه؟ my best to، بص كده، realize يدرك أو يحقق my
ركزوا كده معايا my ايه aspirations. كلمة aspirations يعني ايه الطموحات بتاعتي او امالي. خلاص، يبقى هنا هل حد بيجبر واحد انه يحقق احلامه، ولا انا كده ده internal obligation؟ يعني self reminder، يعني تذكرة للذات، انا عاوز اعمل كده، محدش اجبرني، انا عاوز اعمل كده ايه من ذاتي مش غصبا عني. اما من ناحية بقى general rules، يعني لما اقول مثلا citizens المواطنين مثلا must بص كده must follow the rules. must follow the rules، يتبعوا اللوائح أو القوانين أو regulations of the state. طب أنا هنا بتكلم على مواطن واحد ولا جموع المواطنين؟ طبعا ده الجموع، عشان كده ده اسمه general rules، يعني قواعد عامة، مش على شخص واحد بديله إجبار، عشان نفرق بينهم. أما ماست لما بستخدمها يا جماعة في البليمنج فببدأ بيها، يعني أبدأ بماست مثلا زائد السبجكت زائد مثلا الفعل في المصدر وأكمل جملتي according to the meaning على حسب المعنى. يعني أما أقول لك مثلا إيه على سبيل المثال يا أولاد، بص كده معايا يا شباب، لما أقول لك must you مثلا insult يعني إيه يشتم أو يهين. must you insult your friend، يعني كان لازم تشتم أو تشتمي صديقتك in public يعني قدام الناس. فده اسمه إيه كده؟ اسمه لوم، وبنعاتب يعني إيه شخص حكيم بيلوم الشخص التاني اللي عمل كده، وإنسالت يعني يشتم ومش عارفين إيه معناها، وإن public يعني قدام الجمهور، يعني كده إيه ما شتمتهاش بينهم وبين بعض يعني. يبقى ده اسمه إيه لوم. أقول لواحد مثلا must you tie this، must you wear this yellow tie، يعني أنت كان لازم تلبس الكرافتة الصفراء دي أو القميص الأصفر، معناته أنا مش مستحبة بالنسبة لي. يبقى دي فيها اسمه إيه لوم، اسمه إيه اللوم. تعالوا بعد كده يبقى ده استخدام must عشان بقى ما نسرحش نقولهم بقى الخمس استخدامات تاني. أول استخدام إيه يا جماعة؟ أول واحد إيه؟ يلا نقولهم مع بعض. strong advice. التاني إيه؟ warm invitation. ها internal obligation، internal يعني داخلي. number 4 general rules. number 5 البليمنج. دي استخدامات إيه يا ولاد؟ استخدامات must. لما أقول must دي النفي بتاعها يا جماعة إيه؟ هو must ايه not. طب امتى استخدم بقى mustn't دي؟ طبعا معروفة must not زائد الفعل فين في المصدر. امتى بستخدمها بقى؟ دي بستخدمها عشان انهي، يعني انهي حد عن عمل حاجة ان هو المفروض ما يعملش كده مثلا، فدي تبقى ايه ولاد؟ تبقى mustn't. فلا نقدر نقول mustn't دي بنستخدمها عشان نعبر عن حاجات not allowed. not ايه allowed. وكلمة not allowed يعني ايه مش مسموح به. يعني الحاجة دي يا ولاد prohibited زي مترادفات يعني كده لما تلاقيها prohibited يعني forbidden. for ايه forbidden يعني ممنوعة. يعني الحاجة ديت banned يعني ممنوعة أو محظورة. يعني حاجة against the law يعني ضد الإيه؟ ضد القانون. against the law ضد الإيه؟ ضد القانون. نقولهم تاني بقى. not allowed يعني غير إيه؟ غير مسموح. prohibited يعني محرم. forbidden يعني ممنوع. banned يعني محظور. وأجينست ذا لو يعني ضد الايه؟ ضد القانون. ضد الايه؟ القانون. لما اقول لك مثلا ايه نو باركينج
لما أقول لك مثلا there is no parking sign. there is مم. no parking sign يعني إيه بقى no parking؟ العلامة ديت بتقول ممنوع الركن. no parking sign تبقى بالإن كابيتال كده وتلاقيها على لافتها. و no parking sign ديت no parking ايه sign يبقى ده معناته you mustn't park here. you mustn't ايه you mustn't park here يجب ألا تركن هنا. يعني معناته you aren't allowed to park here. يعني معناته it's forbidden to park here. you are not permitted to park here. مش مسموح لك انك انت تركن هنا. او اقول لواحد مثلا you mustn't او اقول للشباب مثلا ايه you mustn't disobey your parents. you mustn't disobey يعني يعصى او لا يطيع. يعني يجب ان تطيعوا والديكم. فلما اقول له you بص كده you mustn't you mustn't disobey يجب ألا إيه تطيع. أو you mustn't مثلا neglect يجب ألا تهمل your your إيه your study. اوعى تهمل المذاكرة بتاعتك ولا دراستك. ده مثلا الأستاذ بيقولها التلميذ أو ولي الأمر بيقولها لابنه. يبقى ده كده استخدمنا must واستخدمنا mustn't وعرفنا استخدامهم. تقول لي طيب لو أنا بقى عاوز أحولها لباسف يعني أنا بدأت في الجمل دي في المفعول. تقول لي أصله must ديت يجي وراها المصدر مظبوط. تقول لي وmustn't دي يجي وراهم الإيه المصدر. طب دي اسمها أفعال إيه؟ أفعال ناقصة. لو أنا حولتها مجهول ببدأ بالمفعول هدي أمثلة عليها. وبعديها أجيب إيه ولاد؟ أجيب بي المصدرية مش بي هشكلها. وبعديها البسط إيه؟ participle. ده كده شكل الإيه ولاد؟ الباسف بتاعي. أهو بص كده معايا. لما أقول لك على سبيل المثال you أهو بص كده you mustn't you إيه؟ mustn't violate. كلمة violate يعني ينتهك أو يكسر. أيوه you mustn't violate the law. إياك تكسر الإيه؟ القانون. يبقى أدي you وأدي mustn't violate وأدي إيه؟ the law. فأنا عاوز أبدأ بقى بإيه؟ بthe law. فهقول إيه يا جماعة؟ هقول إيه؟ القانون يجب ألا ينتهك. يلا نحولها كده. فأروح أقول the law mustn't. يبقى the law إيه؟ mustn't be شفتوا بقى بي زي ما هي وفايوليت اخليها باست بارتيسيبل. يبقى القانون يجب ألا ينتهك أو يكسر. يبقى أنا حولتها كده لصيغة إيه؟ لصيغة بس. تقول لي طيب هو بس ماست وماسن اللي تنطبق عليهم الجزئية دي؟ لا أقول لك ده القانون ده ينطبق على مين؟ أنا ممكن هقول كده هبدأ بالأوبجكت اللي هو المفعول وأجيب أي فعل مودل. كلمة مودل يعني فعل إيه؟ يعني فعل ناقص. وبعد الفعل الناقص ده أبنيه للمجهول أحط له بي وتصريف ثالث للفعل. تقول لي طيب زي إيه؟ أقول لك خد بقى الأفعال التالية أي حاجة فيها تو ومصدر. يعني بص كده بدأت بالإيه؟ بالمفعول. وعندي مثلا إيه ولاد؟ عندي مثلا must دي قلناها وقلنا مين؟ mustn't. نفس الكلام ده ينطبق على should ينطبق على may ينطبق على might أو may أو can أو could أو has to أو have to أو ought to أو will have to. كل ده إلى آخره أي فعل ناقص أي تو يجي وراها المصدر يبقى في المجهول هيجي وراها إيه؟ بي وتصريف ثالث للفعل. بي وتصريف ثالث إيه؟ للفعل. ده قانون ثابت مع الأفعال الناقصة في تحويلها للمجهول.
يبقى أنا كمان مش بس كده إن أنا عارفها الجملة وعارف الضرورة وعارف استخدامات الضرورة، لأ أكتر من كده يبقى أنا فاهم الجملة بتاعتي معلوم ولا إيه ولا مجهول، active ولا passive. يعني لما أقول مثلا he has to he has to postpone أو delay يعني يأجل the meeting. he has to postpone أو delay the meeting. أهو بص كده معايا أهو، أدي شباب هنا he أهو السبجكت ودي has to obey يعني يجب أن يطيع. هنقول بقى سوري يجب أن يؤجل the meeting الاجتماع. طب أنا عاوز أبدأ بمين بقى؟ the meeting. يلا نقولها كده تبقى أيوه طبقا للقاعدة اللي كتبناها من شوية تبقى the meeting أيوه has to the meeting has to أحط إيه بقى بي وبعدين delay أخليها past participle يبقى the meeting has to be delayed. لو عاوز أكمل طبعا يبقى by مين by him، ده صيغة الباسف بتاعتي. ده بالنسبة لاستخدام الأفعال الناقصة واستخدام must و mustn't. تعالى بقى بالجزئية الاستخدام التاني ليها، هعلمك بقى ازاي تعمل ضرورة إلزام خارجي، وازاي تعمل عدم ضرورة، وازاي تخليها ضرورة في الماضي وتخليها عدم ضرورة في الماضي وفي المستقبل وعدم ضرورة في المستقبل. لو فهمت دول يبقى تحل أي جملة بقى من أي كتاب، لأن القصة إن أنا أحل جملة يعني أنا فاهم الفكرة، مش القصة إن أنا أكتب جمل محفوظة عندي. بص كده معايا، أنا هبدأ بأول حاجة اللي هي necessity in present. ركزوا كده لأنه ديت هي الأساس اللي أنا بستخدم منه القاعدة كلها في كل أزمنتها ونفيها في كل الأزمان. يبقى دي اسمها إيه؟ اسمها necessity in present. بس خلي بالكم، ما احنا قلنا إلزام بس في إلزام داخلي بmust. necessity in present دي بصوا مش internal زي must، لكن دي external يعني خارجي. فيبقى نسميها ايه؟ نحفظ يا جماعه التعبيرات دي، احنا بناخد لغه مش هنقول الكلام عربي، نبقى فاهمينه عربي وانجلش. external obligation يعني الزام خارجي. الزام خارجي يعني انا غصبا عني، ده شيء الزامي عليا، ما اقدرش ان انا زي ايه مثلا. لو أنا مثلًا عاوز أدخل طِب لازم المجموع بتاعي يدخّلني طِب. لو أنا مثلًا الكلية من 93% وأنا جِبت 92 يبقى كده مش هينفع أدخل، يبقى ده إلزام خارجي مش داخلي. المدير بتاعي قال لي لازم تكون في الشغل قبل الساعة 08:00، لو سِبت الشغل كمان قبل الساعة 14:00 هافصلك، يبقى ده إيه غصبًا عني والّا براحتي؟ لأ غصبًا عني. أنا عشان أمشي بعربية لازم يكون عندي رخصة، طب لو ما عنديش رخصة لأ هاتغرّم، هادفع غرامة مش كده؟ يبقى ده كله إلزام إلزام خارجي. والإلزام الخارجي ده يعني باتكلم بيه على شخص مش باعمّمه، لإنه إحنا نفرّق بين الاتنين. لمّا أقول general rules معناتها دي قواعد عامة يعني تنطبق على الكل، لكن لمّا أشخصنها بإلزام خارجي ساعتها بقى تبقى external obligation. وتعالوا بقى شوفوا إيه الأدوات أو الأفعال اللي أنا باستخدمها عشان أعبّر بيها عن الضرورة دي. بصوا كده معايا، أول واحدة has to. طبعًا أنا باتكلم على إلزام خارجي وexternal obligation وباتكلم عليها في زمن المضارع. ركّزوا كده، فهمنا ديّة خلاص، يبقى القاعدة كده ما فيش حاجة هتوقف معانا فيها. has to وhave وhave to، وكمان خُد has got to has got to، وكمان have هاقول لك بقى إيه الفرق بس have got to، وخُد كمان need أو needs to need أو needs to. تقول لي ده كله يأتي ورا الفعل فين؟ في المصدر. طب إلزام داخلي ولا خارجي؟ إلزام خارجي. يعني أنا غصبًا عني أعمل الشيء ده. تقول لي إيه الفرق بقى بينهم؟ أقول لك بُص يا بطل،
مفيش فرق إنه has ديّة تبقى مع he وshe وit، هي نفسها has got to مع he وshe وit، هي نفسها needs to مع he وshe وit. تقول لي طيب أمّال have to، بُص كده لمّا آخُد بقى have to، هنا باخُد have to، بُص كده معايا have to هي نفسها مين بقى have got to هي نفسها need to. يعني إيه الفرق في حكاية المفرد والإيه والجمع، ها؟ لمّا أقول لك مثلًا آآ I have مثلًا a bad tooth. و I have مثلًا a severe pain in my tooth، so لازم أروح للdentist. يبقى I have to عندي آلام لا تُحتمل، يبقى I have to go to the dentist. يعني dentist apostrophe S اللي هي عيادة إيه، طبيب الأسنان. يبقى يا ترى ده كده إلزام داخلي والّا خارجي؟ لأ خارجي غصبًا عني، أنا من الألم دي خارج الاحتمال، يبقى حتى ديّة برضه إيه، برضه have to. خلاص؟ أنا ماشي مثلًا فاتني الأوتوبيس وبعد كده مضطر إن أنا آخُد إيه، تاكسي، يبقى ساعتها هاقول I have to take a taxi. I have to take a taxi. ده إلزام إيه، خارجي. عشان إيه بقى؟ there is مثلًا no time، ما فيش إيه، ما عندناش وقت. يبقى إذًا ده اسمه إيه يا جماعة؟ إلزام خارجي مش إلزام إيه، داخلي. ده اسمه external obligation مش internal obligation. ركّزوا كده معايا. لو أنا عاوز من نفس الإلزام الخارجي ده في المضارع أعمل عدم ضرورة، بُص كده، خدوا الحاجات دي كلها وانفوها. انفي فعل كده تبقى ده كله عدم ضرورة في المضارع، يبقى أنا مش هاحفظ. تعالَ بقى كده ننفوهم. has to هتتنفي بإيه؟ اوعى تقول لي hasn't to، has to تتنفي بمين؟ ونكتبهم بعد كده doesn't إيه؟ أيوه doesn't إيه، وhas ترجع لمصدرها have، يبقى أدي أول تركيبة ومعناتها إيه يا ولاد؟ عدم إلزام في المضارع مش مضطر. طب يا باشا وhave to النفي بتاعها إيه هيبقى؟ أيوه don't don't إيه؟ don't have to. تمام. طب وhas got to لأ، ده has وراها زي تصريف تالت كأنها مضارع تام، تبقى hasn't إيه؟ got to. طب وhave got to تبقى إيه؟ تبقى haven't تبقى haven't إيه؟ تبقى haven't got to. طب وneed أو needs تبقى don't أو don't أو إيه؟ أو doesn't need إيه؟ don't أو doesn't need to أو needn't. تمام كده؟ طب اللي أنا عملتهم دول النفي ده مضطر والّا مش مضطر؟ لأ، ده أنا نفيت، يعني اديت كده lack of necessity، يعني نقص الإيه؟ الضرورة. فأنا لو جيت كده وقُلت لك مثلًا إيه، أنا هاكتب لك ضرورة في المضارع وأنت هات لي الضرورة بتاعة الماضي من إيه، فأروح أقول لك إيه، بُص كده أهو، أنا لو قُلت هنا أهو، أدي مثلًا هنا كتبت الضرورة بتاعة الإيه، المضارع، بس الإلزام بتاعها خارجي، قُلنا مين؟ نقولهم تاني كده، has to، وهاكتب لك قدّامهم عدم الضرورة بقى، وأوريك الفرق بينهم، وأدي have to وأدي إيه has إيه has got إيه to، وإيه كمان تاني؟ أيوه وhave got to، وإيه كمان need أو إيه أو needs مع he وshe وit to. ودول كله يجي وراه الفعل فين؟ على طول في المصدر، ولو بنيته للمجهول يبقى إيه be وتصريف تاني. هاجي يا بطل آخد منيهم عدم ضرورة، عدم إيه؟ ضرورة في المضارع برضه، عدم ضرورة إيه؟ في المضارع برضه. يالّا نقولهم كده، من has to تبقى إيه عدم الضرورة بتاعتها؟ أيوه تبقى إيه؟ تبقى doesn't إيه؟ doesn't have to، مش كده؟ طب وhave to تبقى إيه بقى؟ أيوه don't
don't don't have to don't have to. طب و has got to تبقى ايوه hasn't got to. ما احفظش حفظ شفتوا ازاي طلعناهم؟ مش هاجي احفظهم وحاططهم في مستطيلات كده وحافظهم حفظ. hasn't got to. طب و have got to تبقى ايوه تمام تبقى haven't ايوه haven't got to. طب و need او needs، لو need بس هتبقى don't، ولو needs هتبقى doesn't، وبعد don't و doesn't تبقى الفعل في المصدر، يعني هتبقى need need to وبعدها الفعل في المصدر. او بقى في تركيبة خلي بالك منها اسمها اسمها needn't، ودي المصدر وراها على طول بدون to، ودول كلهم طبعا وراهم برضو الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. ضرورة ولا عدم ضرورة؟ عدم ضرورة يسموه lack of necessity. lack of necessity يعني نقص الضرورة، يعني عدم الضرورة، يعني أنا مش مضطر. يبقى دي عدم ضرورة في المضارع. تقول لي إيه الفرق بينهم؟ مش إحنا قلنا إنه has to هي نفسها has got to هي نفسها needs to. طب هنا doesn't have to هي نفسها hasn't got to هي نفسها doesn't need to هي نفسها مين؟ needn't. طيب تعالى بعد كده أما تاجي بقى هنا بقى في الاستخدام التاني ده لما أجي أقول لك مثلا هنا مثلا don't don't have to هي نفسها مين؟ هي نفسها haven't got to هي نفسها don't need to هي نفسها needn't. يعني عاوز يقول لك needn't بتمشي مع المفرد ومع الجمع ده كأنها فعل ناقص وما ياخدش to. عدم الضرورة يعني معناتها حاجة optional. عارفين optional فيها option فيها اختيار. أما أقول لك مثلا you don't have to hurry you don't you don't have to hurry أنت مش مضطر تجري. طب ليه بقى؟ مش مضطر تاخد تاكسي، ده أنت ساكن جنب الشغل أو جنب المدرسة بتاعتك. هنا you don't have to hurry أصله you have plenty of time. you have plenty أيوه of time عندك متسع من من الوقت فأجري ليه؟ يبقى إذا هنا ضرورة ولا عدم ضرورة؟ عدم ضرورة. تقول لي طب don't have to آخد لها معاها؟ أقول لك don't have to تنفع مكانها haven't got to وتنفع مكانها don't need to وتنفع مكانها needn't. مش كده؟ you don't have to to hurry. يبقى إذا في استخدامات عدم الضرورة لازم، بس ده كله ما أخدهوش إلا في المضارع. آجي بعد كده طب لو أنا عاوز أخلي ضرورة في الماضي، بص كده معايا ادي has to و have to هم اللي هجيب منيهم الماضي وهم اللي هجيب منيهم المستقبل. تقول لي طب والباقيين دول؟ اقول لك بص دول ليس لهم ماضي ولا مستقبل. اكتبها في ملاحظاتك كده. يعني has got have got مفيش حاجة اسمها had got to مفيش حاجة اسمها hadn't got to مفيش حاجة اسمها will have got to مفيش حاجة اسمها won't have got to. ده عدم عدم ضرورة، يعني أنا مش مضطر إن أنا أعمل الحاجة ديت بس في الماضي. بصوا كده معايا أهو. يعني أنا لو قلت عاوز أعمل ضرورة، بص كده لو أنا عاوز أعمل ضرورة بس أخليها فين؟ أيوه في الماضي. ضرورة في الماضي هتديني مين؟ هاتو زائد الانفينيتيف. طب دي معناتها إيه يا ولاد؟ معناتها it was. بص كده it was أيوه it was necessary. وقلنا necessary بتساويها لسه جايلينهم في الأول. يعني أيوه يلا يا باشا كلمة حلوة اسمها أيوه obligatory. كمان كلمة لذيذة تاني اسمها أيوه mandatory. كمان كلمة أحلى اسمها compulsory. compulsory وفور والأوبجكت وضمير المفعول وبعدين تو والفعل في المصدر. بص كده لو أنا قلت مثلا يا ولاد I أهو I had to leave my office
early كان لازم أسيب الشغل بتاعي بدري امبارح. yesterday كان فيه ضرورة مش كده؟ كان فيه ضرورة، أي سبب بقى، يبقى ده إجبار، ما فيش بقى في الماضي إجبار داخلي وخارجي، هي ما فيش غيرها had to في الماضي، ما فيش حاجة غيرها، يعني had to ديّة ما فيش حاجة من الأدوات غيرها في الماضي. فI had to ديّة لمّا آجي أعملها بnecessary أقول it is necessary والّا it was necessary؟ طبعًا it was عشان had to ماضي. الصفة ما لهاش زمن طبعًا، لكن الزمن بverb to be اللي قبليها، يبقى it was necessary for me أيوه to leave كان ضروري بالنسبة لي to leave my office early yesterday. يبقى أنا خدت كده ضرورة في المضارع، عدم ضرورة في المضارع، ضرورة في الماضي، طب أنا عاوز